بسم الاب والابن والروح القدس الاله واحد امين. بتحيي الكنيسه الارثوذكسيه ذكرى شهداء طنطا، وده كان في يوم 9 ابريل في حد الزعف، وهم قديسين بيشفعوا لينا في السماء. كل واحد فيهم قدم نفسه بروح خالصة للمسيح، وربنا نفسه والملائكة حطلهم الأكاليل كل واحد على راسه، لأنهم في نفس اللحظة اللي استشهدوا فيهم كانوا بيزفوا هما المسيح باللحن الفرايحي على الأرض. ومعجزات كتير تمت بشفاعتهم وصلواتهم قدام ربنا، ومعجزاتهم لكل من بيتشفع بيهم بتحصل، وخصوصا لكل الناس أطفال وكبار. وفي منهم التواني بتاعتهم بتنزل زيت، وفي منهم ان هدومهم وحاجاتهم بتطلع حنوط. وكمان الكنيسة دايما بتزفهم في الألحان في القداسات معاهم في الكنيسة. وكل واحد فيهم بطل أمام المسيح، قدم نفسه وهو فرحان وهو مبسوط، برغم ان كان الشيطان عايز يحول الموضوع للشر، لكن ربنا دايما بيحول كل حاجة للخير، زي ما سيدنا البابا دايما بيقول كل شيء للخير. كنت احب احكي عن كل واحد فيهم، لان كل واحد فيهم شمعة منورة واكليل مضيء دايما امام المسيح بيشفع لنا كلنا. ودايما زفة الايقونات بتاعتهم بتعمل روح محبة وصلاة وقوة لكل من بيتشفع بيهم. لكن احب اقول المديح بتاعهم الحلو اللي بيقول: في صفوف السمائيين ملايكة وقديسين استقبلوا فرحانين شهداء احد الشعنين، يسبحون بالالحان والدفوف مع سليمان، على طول شاكرين الحنان شهداء احد الشعنين. رب عظيم ومخوف أسبح مع رؤوف، إلهنا حنون وعطوف شهداء أحد الشعنين. مفيش حمل تقيل بارك وانشد يا مشيل، بركة وصلوات شهداء أحد الشعنين تكون معاكم ومعانا أمين. وبصلواتهم المرفوعة دايما عننا وعنكم تكون سبب بركة لكل البيوت وكل الأوقات وكل المشاكل وكل دقيقة تحل بينا، بركة صلواتهم تنفعنا. وما تنسوش تشاركوا معانا في قناة نور القديسين. يفرح ربنا دايما يفرح قلبكم بكل غالي، واذكرونا دايما في صلواتكم، وبركة صلوات قديسين أحد الشعنين تكون معاكم أمين. واذكرونا دايما في صلواتكم، ومتنسوش تشتركوا معانا في القناة عشان نكبر بيكم وليكم، ودايما بركاتهم تكون معاكم ومعانا أمين يا رب.